الموضوع عن الأسئلة اللي بيسألها المصلي: هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم، الصلاة جائزة بالحذاء إذا كانت طاهرة. وسئل أنس: هل كان النبي يصلي فين عليه؟ قال: نعم. هل صلاتي صحيحة إذا نسيت التشهد الأول؟ الصلاة صحيحة وعليك سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام بصير. هل صلاة المرأة مكشوفة القدمين صحيحة؟ الصلاة صحيحة والأولى تغطيتهما. أين يكون الدعاء في الصلاة؟ مواضع الدعاء في الصلاة في السجود وبعد انقضاء التشهد والقنوت بعد الركوع، والله أعلم. هل تجوز صلاة الرجل بالشيال؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، لأن النبي نهى أن يصلي الرجل عالي الكتفين. صليت ثم لما انتهى تذكرت أني لست على وضوء، عليك الوضوء وإعادة الصلاة، لأن النبي قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أدركت الإمام وهو راكع، هل تحسب لي ركعة؟ نعم تحسب ركعة عند جماهير العلماء. هل تجوز صلاة الرجل في بيته؟ الصلاة صحيحة ويأثم بالتخلف عن الجماعة، لقول الله: واركعوا مع الراكعين. وقال ابن مسعود: كنا نصلي خلف النبي ما رأينا أحد يتخلف عنها إلا منافق أو معلوم النفاق. والأعمى الذي قال للنبي: ائذن لي بالصلاة بالبيت، قال النبي: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. والنبي قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هل صلاتي صحيحة إذا نسيت دعاء الاستفتاح؟ نعم، الصلاة صحيحة لأنها سنة مستحب وليس واجب. إلى أين أنظر أثناء صلاتي؟ إلى موطن السجود أو النظر إلى الأمام؟ والأدلة على النظر إلى الأمام أقوى، لأن النبي قال لعائشة: أميطي قراءتك عني ما زال تصاويركم تعرض علي. فالنبي كان ينظر إلى الأمام. والنبي قال: عرضت لي الجنة والنار في عرض الحائط. فالنبي كان ينظر إلى الأمام، والله أعلم. هل أقرأ الفاتحة بعد الإمام؟ في الصلاة الجهرية ليست واجبة عند الجمهور، لأن النبي قال: قراءة الإمام هي قراءة لك. أما الشافعية فيقولون بوجوب قراءة الفاتحة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن جماهير العلماء حملوا هذا الحديث على الصلاة المنفردة وللإمام وليست للمأموم في الصلاة الجهرية. أثناء التشهد هل أرفع السبابة أم أحركها؟ لا ترفعها يا أخي، ارفع السبابة. أما تحريكها رواية شاذة، والأحاديث في تحريك السبابة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. إذا قرأت في كل صلواتي قل هو الله أحد يجوز؟ نعم يجوز، لأن القراءة بعد الفاتحة هي سنة وليست واجبة. هل يجوز أن أصلي خلف رجل يدخن وحالق اللحية؟ نعم صلي، لأن النبي قال: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والأولى إذا في غيره أفضل، والله أعلم. علي قضاء صلوات منذ سنين، هل أقضي أم عفى الله عما سلف؟ والله يا أخي تقضي، لأن جمهور العلماء على القضاء لقول النبي: دين الله أحق أن يقضى، وعلى التقريب لقول الله: واتقوا الله ما استطعتم. ما هي الأذكار بعد الصلاة؟ قال النبي لمعاذ: إني لأحبك، للتأكيد: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعدين تستغفر الله وتقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، و33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وبإمكانك تقرأ آية الكرسي والمعوذتين. هذا والله أعلم. سلام عليكم.